السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ومرحبا بكم من جديد على قناتي مطبخ شيوات زينب مع فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه ديال الشنيك كيجي رائع ومورق وخفيف بزاف واقتصادي ناجح من اول تجربه. فخليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا معايا على جميع المكونات وطريقه التحضير. وما تنسوش اخواتي لايك الفيديو اشتراك في القناه باش توصلوا بالمزيد من الوصفات. ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات كنحتاجو 550 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات ما يعادل 5 كؤوس ونص كاس ديال السكر السنيده ما يعادل 75 غرام، 4 كاس ديال الزيت النباتيه، وعندي 250 مليلتر ديال الماء بارد، 2 اكياس ديال السكر الفاني، عندي ملعقه كبيره ديال الزبده حيوانيه وملعقه كبيره ديال الخميره فوريه، وعندي بيضه واحده، الملح تقريبا نصف ملعقه صغيره. اول حاجه كناخذوا هكا اناء او قصريه كنديروا فيها الدقيق، كنديروا هكا واحد الحفيره الوسط وكنضيفوا الملح. بالنسبه للملح كنضيفوه هكا بعيده على الخميره باش هكذا ما كتحبسش لينا التفاعل ديال الخميره. كنضيف السكر والسكر الفاني ايضا، كنضيف البيض والزيت، نزيد لهم ديك الملعقه ديال الزبده صافي. وكنحاول هكا كنخدم هاد البيض مع الزيت والزبده، وكنبدا كنضيف في الماء بالتدريج، يعني كنبقاو كنضيفو في الماء غير بشويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه ديالنا. بالنسبه للماء عطيتو لكم بالعبار 250 مليلتر، وكتبقى ثاني يعني على حساب النوعيه ديال الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب دغيا وكاين اللي لا. صافي كنبقى هكا حتى كنجمع العجينه. بالنسبه للقوام ديالها خاصها تكون رطبه بهذا الشكل هذا، كنبقاو هكا كندلكوها مزيان حتى كتجمع لينا وكتولي متماسكه بهذا الشكل هذا ورطبه ولينه صافي. وكنجمعوها وكنغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها حتى كترتاح تقريبا من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. عاد غادي نرجع ليها نشكلها معكم. وبالنسبه للزبده اللي غادي نستعملها في التوريق كنستعمل اطلس زوينه بزاف، راه موجوده في الاسواق الكبرى، كيف ما يمكن لكم انكم تعوضوها ببونو ولا باتيسو حتى هما زوينين. هذه راه 500 غرام، ما غاديش نستعملها كامله، غنستعمل غير نصها 250 غرام. وهنا عندي كاسرونه كندير فيها 2 كؤوس ديال الحليب، كنضيف لهم 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير، وكنضيف ايضا كيس ديال السكر الفاني كيعطي واحد المذاق زوين، وملعقه كبيره ديال السكر، وكنخلط كلشي جيدا. وغادي نضيف ليه ايضا واحد صفر ديال البيضه كيعطي واحد المذاق زوين الكريم باتيسير صافي. وكنحرك كلشي جيدا وكنديرو فوق النار مع التحريك الجيد حتى كيولي ليا بهذا الشكل كريمي صافي. من بعد كنديرو هكا في واحد السلافه وغادي نغطيه هكا بالبلاستيك الغذائي وغنوضعوه في الثلاجه ونخليه يبرد حتى كنحتاجو، وكنجبدو هكا من الثلاجه وكنخدم به. وفي هذه المرحله هذه من بعد ما ارتاحت ليا العجين كنرش سطح العمل بالدقيق هكا، وكنرشو هكا العجينه ديالنا بالدقيق، وكنبداو هكا كنبسطها هكا في الاول غير بيدي، كنحاول هكا نبسطها شويه باش هكذا كتساعدني في الخدمه. العجين ديالنا كيف ما كتلاحظوا معايا راه رطبه يعني دغيا كتطلق معنا بكل سهوله. وكنعاود نرشها بالدقيق وكنزيد كنطلقها هكا بالمدلك بالمساعده ديال المدلك، كنبقى هكا كنطلقها، نحاولوا نطلقوها بشكل مربع بهذا الشكل هذا كيف ما موضح لكم. وفي هذه المرحله هذه كناخذ الزبده، يعني من بعد ما خدمتها هكا مزيان حتى كتولي لينا بشكل كريمي. انا هنا ما خليتهاش حتى ولات بشكل كريمي، يعني كتخدموها وهي تكون بحراره المطبخ باش هكذا كتساعدكم في الخدمه وكتجيكم ساهله. انا هنا كتزربانه ما خليتهاش يعني حتى دابت مزيان صافي. وكنوزعها غير في النص ديال العجين وكنطويو الطرف اللي كيبقى خاوي على الطرف اللي فيه الزبده بهذا الشكل هذا كيف ما موضح لكم. بالنسبه للزبده كنقسموها على جوج، النص كنديروه يعني في الطرف الاول والنص كنديروه هكا من الفوق بهذا الشكل هذا. كنوزعوها هكا في العجينه كامله صافي، وكنبداو كنطويو في العجين ديالنا بهذا الشكل هذا كيف ما موضح لكم. بحال الطريقه كيف كنلويو المسمار، راه الطريقه جد سهله وجد مبسطه صافي، حتى كنتحصلوا على مربع او مستطيل بهذا الشكل هذا.
وكنحاولوا هكا كنقسموها بالسكين او هذيك القطعه ديال البيتزا. وشوفوا معايا التوريقه كيفاش كتجي. صافي وغادي نديرها في البلاستيكه. الا جاتكم هكا كبيره قسموها، جاتكم صغيره بلا ما تقسموها. صافي وكنديرها في الثلاجه على الاقل نص ساعه. كل ما بقات يعني في الثلاجه اكثر كل ما الشنيك ديالنا كيجيونا مورقين وزوينين. صافي مباشره من بعد ما كنجبدها من الثلاجه كنبدا هكا كنطلقها بالمساعده ديال الدقيق والمدلك. كنطلقوه هكا بشكل مربع. وكناخذوا هكا كريم باتيسير من بعد ما برد مزيان يعني في الثلاجه. وكنوزعوه هكا في العجينه كامله. من بعد كندير الزبيب كنوزعو هكا في العجينه كامله. كيف ما يمكن لكم انكم تستعملوا الشوكولا ديال الكوكيز حتى هو كيجي زوين. صافي وكنبدا هكا كنطوي في الشنيك ديالي بهذه الطريقه كيف ما موضح لكم، وايدنا مرخوفه باش هكذا يعني كيجونا مورقين وكيجونا محلولين. صافي وهاد الطرف اللي كيبقى كنحاول هكا كنفينيه. كنحاول نسد هكا العجينه ديالي بشكل جيد باش ما كتحلش ليا. صافي كنرش هكا سطح العمل بالدقيق باش ما كتلتصقش ليا العجين. كنحاول هكا كنقادها مزيان. وكناخذوا هكا السكين او القطعه اي قطعه عندكم وكنبداو كنقطعوا فيه. حاولوا قطعوا شويه غليظ ما تقطعوش رقيق بهذا السمك هذا. صافي وكنحاولوا هكا كنبسطوه شويه كنقادوه. وكنوضعوا في اللاطه اللي مفرشه بورق المطبخ او مدهونه بالزيت. كنستمر هكا حتى كنقطع الشنيك كاملين بنفس الطريقه. من بعد ما كنقطعهم كنحاولوا هكا كنضغطوا عليهم بيدينا غير بشويه حيت مازال غيخمروا باش ما كيجوناش منفوخين بزاف. وكنغطيو عليهم بشي منديل وكنخليهم حتى كيختمروا مزيان. عاد كنرجعوا لهم ندهنوهم. بالنسبه للدهن كنحتاجوا بيضه واحده مع شويه ديال القهوه سريعه الذوبان. كيف ما يمكن لكم انكم ديروا يعني البيض مع شويه ديال الحليب او الخل. صافي وكندهنوا هكا الشنيك ديالنا وكنديروهم في الفرن اللي سخون مزيان النار من الاسفل على 200 درجه حتى كيبداو يطيبوا من الاسفل. عاد كنشعلوا عليهم من الاعلى باش كيتحمروا وكياخذوا هذا اللون الذهبي كيف ما موضح لكم. شوفوا معايا النتيجه كيف كيجيو رائعين ورطبين ومحمرين كاملين من التحت ومن الفوق. شوفوا معايا كيجيو مفشفشين ورائعين. صافي في هذه المرحله هذه كندهنهم هكا بالناباج. وبالنسبه للتزيين كنزينهم هكا بلوز ايفيلي اللي محمر هكا شويه ولا لوز كونكاسي او كوكا كونكاسي اللي عندكم. يعني التزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. شوفوا معايا النتيجه كيف كيجيو مفشفشين ورائعين وخفافين ومورقين كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوهم كيفاش كيجيو من الداخل. ما تشبعوش منهم وناجحين من اول تجربه. فكنتمنى انكم تجربوهم وتشاركوا معايا يعني التجارب ديالكم في صندوق التعاليق. وهنا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. وما تنسونيش اخواتي من لايك الفيديو اللي عجبتكم الوصفه ديال اليوم. واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك فيها هكذا باش توصلوا بجميع الوصفات اللي كننزل على القناه ديالي. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله ومع السلامه.